حول هذا الحدث معنا مباشرة مراسلنا من هناك نبيل حداد. نبيل، آخر المعلومات بخصوص هذا الخبر؟ نعم فعلا، هو اخر خبر هو ان حمزه الكسيكسي هذا الضابط في يرجع بالنظر الى محافظه الشرطه بمعبر راس جدير تم اختطافه من جهه غير معلومه الى حد هذه اللحظه. اتصلنا مع المسؤولين في معبر راس جدير في حدود الساعه 5:15 تقريبا، تم اختطافه من معبر راس جدير اثناء اداء الواجب المهني. الى حد هذه اللحظه تم اتصالات مع الجانب الليبي، وحتى ممكن حتى بعض الاتصالات من المواطنين بن قران حول معرفه على الاقل الوجهه اللي تم توجيهه لها والوجهه اللي تم اختطافه. والى حد هذه اللحظه يعني حتى المعبر من الجانب الليبي يستنكروا هذه الوضعيه، لان الدخيل على معبر السجدير والدخيل من الجانب الليبي مجهول الى حدود هذه اللحظه اللي كانوا فيها. لكن اللي اكدوا عليه المتواجدين الان في معبر السجدير المساعي حثيثه حتى ان باش يطلقوا اخبار خلاص حدود تقريبا الجايه باش يتم ممكن الفصح عن الجهه المختطفه لهذا الجندي، وممكن باش يشوفوا اكثر الطلبات نتاعهم. وكل ما شرت لك اتصالات جاريه الان حتى من اهالي بن قردان، من احرار بن قردان، حتى معرفه الجانب الليبي اللي اختطف. نبيل، نعم، لتصحيح المعلومة، هل هو جندي أو يعني من قوات الأمن؟ لا، هو من قوات الأمن. هو يرجع بالنظر إلى منطقة محافظة الشرطة بمعبر راس جدير. هو مش جندي لكن يرجع بالنظر إلى منطقة محافظة، يعني من قوات الأمن الوطني. نعم، من قوات الأمن الوطني. نعم. وكيف تحركت بالنسبة لقوات الأمن بالنسبة لهذا الحادث؟ كيف تحركت قوات الأمن على مستوى منطقة راس جدير بعد عملية الاختطاف؟ كما أشرت لك الآن الوضعية هي أن ما زالت الاتصالات جارية في حدود في ما بين القوات يعني المسؤولين في معبر راس جدير ووزارة الداخلية في مرحلة أولى، ثم باش يمكن يصير التحرك من الجانب الآخر ومن أعلى الوزارات ممكن وقتها تتدخل. ومتى تمت العملية نبيل؟ 5:15 دقيقة حسب ما أكدوه لي يعني متواجدين في معبر راس جدير.